المناطق الأغرب في الجنوب الليبي. كثيرة هي المناطق التي تحتوي على معالم غريبة في جنوب ليبيا، والتي صنعتها الطبيعة ونسجت حولها الأساطير تتوارثها الأجيال. عند الحديث عن الجنوب الليبي وعن ثرواته الطبيعية المختلفة وعن مساحته الشاسعة ومدنه ومناطقه المترامية الأطراف، سنمر حتما على بحيرات وكهوف وأودية يكون الحديث فيها وعليها أقرب لنسج الخيال، ولكنها حقيقة. نبدأ أولا بكهف الجنون، أو كما يسميه الطوارق بإندينان، ويعرف أيضا لديهم بمملكة الجان. ويقع هذا الكهف في منطقة غات بالجنوب الغربي الليبي، وهو عبارة عن جبل طوله نصف كيلومتر تقريبا، وشكله العام مكون من تكوينات صخرية متعرجة. ويقول أحمد عبد الرحمن الباحث في مجال الآثار والمهتم بتاريخ الطوارق أن هناك قصصا توارثها الطوارق عن أسلافهم، تقول أن هذا الكهف يسكنه الجن، مثل ظهور غزال كل ليلة عند مدخل الكهف، بالإضافة إلى أصوات غريبة غير واضحة يوميا. ويضيف أن معتقدات الطوارق أن الجن يخاف من الحديد، لذلك تجد الخناجر والسيوف الصغيرة لا تفارقهم ليلا عند المرور بالقرب من هذا الكهف، وأنه لا يمكن التسلق لهذا الكهف بسبب هشاشة الرمال في الجبل. ثانيا، كهف الوحوش. كهف آخر تم اكتشافه عام 2002 عند الحدود الجنوبية بين مصر وليبيا، وأطلق عليه اسم كهف الوحوش بعد العثور على بصمات محفورة على جدران الكهف تعود لكائنات متوحشة، حسب ما قاله عالم البحوث الأثرية إيمانويل أونوريه لموقع ديلي ميل البريطاني. وأكد العالم أن هذه البصمات منقوشة في هذا الكهف منذ نحو 8000 عام. ثالثا، بحيرة قبر عون. هي ضمن أغرب البحيرات في العالم بسبب موقعها وطبيعتها، ففي عمق الصحراء الليبية، حيث كثبان الرمال المتحركة ولون الصحراء الأصفر لمئات الأميال، فجأة تظهر هذه البحيرة التي تطوقها أشجار النخيل، ما يرسم لوحة نادرة أشبه بالخيال. تبعد هذه البحيرة قرابة 1150 كيلومتر جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وتتميز هذه البحيرة بملوحة مياهها الشديدة، ما يجعل الغرق فيها مستحيلا. وما يميزها أيضا ويجعلها أكثر غرابة هو وجود مياه عذبة إذا ما تم الحفر بالقرب من ضفافها على عمق 50 سنتيمتر فقط. ويقول محمد لبن عضو هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا بجامعة بني غازي أنه غير مثبت حتى الآن كيف تكونت تلك البحيرة، والتي تعد واحدة من ضمن 12 بحيرة أخرى بالقرب منها. وسميت البحيرة باسم قبر عون لوجود قبر ولي صالح اسمه عون بالقرب منها. رابعا وأخيرا، وادي الكوكب، لعله الأغرب في ليبيا إن لم يكن الأغرب عالميا. يقع هذا الوادي في منطقة العوينات، والتي تبعد 1130 كيلومتر تقريبا جنوب طرابلس. ويشعر من يزور هذا الوادي وكأنه في الفضاء بسبب صخوره الضخمة التي تتخذ شكل الكواكب. ويصل متوسط قطر كل صخرة حوالي 10 أمتار تقريبا، حيث تتراص هذه الصخور الكروية جنبا إلى جنب لمسافة 30 كيلومتر تقريبا. ويعرف أيضا باسم وانتا كوفي في لغة الطوارق. وما يميز ذلك الوادي أيضا أنه ذو أرضية صخرية صلبة لا ماء فيها ولا زرع.